التفاصيل الكاملة للاحتجاجات في إثيوبيا، ومن هو هشالو هندسة؟ حالة من الغضب ضربت الشارع الإثيوبي على خلفية مقتل المغني الشاب وكاتب الأغاني الإثيوبي هشالو هندسة رميا بالرصاص في إحدى ضواحي أديس أبابا. ردود الأفعال الغاضبة من قبل محبي الفنان الإثيوبي المعارض هشالو هندسة قلبت إثيوبيا رأسا على عقب، أفضت إلى احتجاجات عنيفة تخللتها اشتباكات بين مواطنين وقوات أمن، ردت عليها السلطات بحظر لخدمات الإنترنت والاتصالات، لتبدأ بعد ذلك موجة من التفجيرات، حيث أعلن مفوض الشرطة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقتل وإصابة أشخاص في 3 انفجارات بالعاصمة الإثيوبية خلال الاحتجاجات الأخيرة. هندسة البالغ من العمر 36 عاما نقل إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه مساء أمس الاثنين، لكن وفاته المنية بعد بضع ساعات، فيما اعتقل عدد من المشتبه بهم في ارتكابهم جريمة قتل لم تعلن الشرطة عددهم بشكل محدد. وندد الناشط الإثيوبي المعارض جوار محمد بمقتل هندسة، معتبرا الحادث ضربة لقومية الأورمو التي ينتمي إليها الإثيوبي الراحل. وكتب مؤسس شبكة أوروميا الإعلامية المستقلة عبر فيسبوك الثلاثاء: إنهم لم يقتلوا هشالو وحده، لكنهم فتحوا النار على قلب قومية الأورمو. مجددا يمكنكم قتلنا جميعا، لكنكم لن توقفونا مطلقا. في الوقت ذاته أفادت شبكة أوروميا الإعلامية التي يملكها المعارض الإثيوبي وتعرف اختصارا BOMN بتعرض مكاتبها في العاصمة أديس أبابا لمداهمة واقتياد موظفيها من قبل عناصر من الأمن إلى مكان مجهول بحسب موقع أفريكا نيوز. ورافق آلاف من الشباب الإثيوبي الثلاثاء جثمان هندسة من أورومو إلى مدينة أمبو في ولاية أوروميا الإقليمية لحضور مراسم الجنازة والدفن، وذلك بعد انتشال جثته من مستشفى سانت باولوس. ووفق تقارير يتواجد الجثمان الآن في مركز أورومو الثقافي بأديس أبابا. وبعد تلك التظاهرات، من هو هشالو هندسة مفجر ثورة الغضب في أديس أبابا؟ ولد المغني الإثيوبي هشالو هندسة في شهر مارس من العام 1986، حيث يبلغ من العمر 34 عاما. عرف هشالو هندسة بمعارضاته الشديدة للحكومة في إثيوبيا، متهما إياها بالقمع والتنكيل بالشعب. شارك هشالو هندسة في عدة احتجاجات ووقفات ضد العنف التي يستخدمه النظام ضد المتظاهرين، كما قدم الدعم لجماعة أورومو المعارضة ضد القمع الذي ينتهجه النظام الإثيوبي ضدهم.